ركزوا معايا، هتكلم عن مصطفى شوبير. لعيب فاشل وأناني وشايف نفسه على زمايله وناكر للجميع، وعلاقات أبوه هي اللي فرض علينا وعلى المنتخب. هطلع الأدلة والسيديهات والفيديوهات وانتوا احكموا. وربنا الشناوي ده ايده مقطوعه. انا ولا دعوه بابوه ولا بحب ابوه، عشان بس يبقى انت عارف. خلاص بقولها علينا، انا بحب مصطفى، بحب مصطفى كحارس مرمى، بحب مصطفى كشخصيه، بحب مصطفى كحارس محترف، واحب الجون اللي يبقى من شخصيه مصطفى. هو ولد ما شاء الله عليه متزن وبيعرف يتعامل مع الضغوط. يا اوفا ايه الجمال ده يا اوفا، اللي كلنا رجاله الحمد لله، ربنا كرمنا الحمد لله الحمد لله. اهتمام بعض الانديه الاوروبيه بمصطفى شوبير. ده مش مصطفى شوبير، ده مصطفى نوير. مصطفى شوبير افضل حارس مرمى في دور المجموعات بكاس العالم. الواد ده اللهم صل على النبي، يعني معلش انا ده الوحيد اللي احب اتكلم عليه كلاعب في البطوله، لان الواد ده اللهم صل على النبي عالي فرح. مصطفى لو عمل ماتش جامد مين اول شخص هو بيرن عليه، انت ولا امه؟ بيتكلم مين يا كابتن؟ بحاول كلمت امي وبحاول اكلم ابويا. بحييك يا كابتن شوبير، وضربه الجزاء دي بهديها لك انت والحاجه. مصطفى شوبير عقد احتراف، وهيرجع الاهلي ولا على بره؟ اقيم لك مصطفى ان هو يبقى رقم واحد. ده كان جزء بسيط جدا، وهفضل أجمع لكم السقطة واللقطة وأديها لكم مقشرة.